السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم عن المشكلة الأزلية ما بين الأبراج الهوائية والأبراج الترابية. الأبراج الهوائية طبعا أنا بتكلم على العلاقات العاطفية. الأبراج الهوائية الميزان، الجوزاء والدلو، مع الأبراج الترابية الجدي والعذراء والطور. الحلقة دي ممكن تكون إنقاذ لعلاقات ممكن كانت طريقها الفشل. عشان كده اسمعوني كويس جدا، ودي حلقة أنا بقول عليها حلقة تاريخية بأمر الله. أسباب المشاكل التي تحدث ما بين الأبراج الهوائية والأبراج الترابية في الارتباط العاطفي. في البداية كده بتبقى الحياة جميلة. البرج الترابي والبرج الهوائي، سواء كان رجل أو امرأة أو العكس، سواء من هنا الرجل أو من هنا المرأة، بيبدأ في البداية كده تآلف، نظرة حلوة، كلام جميل. البرج الترابي بيجد الحنية والأمور الرائعة في شخصية البرج الهوائي، سواء كان جدي بيشوفها في الميزان أو طور بيشوفها في الجوزاء. أنا بتكلم بشكل عام. فدايما بتبدأ القصة بالإعجاب. الإعجاب في البداية إن ده هو شخص الأحلام، هو ده الشخص المناسب. الابراج الترابيه جديه جدا ومحتاجه جزئيه، هنقول الرومانسيه اللي مش موجوده في حياته قوي. الابراج الهوائيه رومانسيه وحنيه ومحتاجه الامان اللي بتجده من اول وهله في الابراج الترابيه، خاصه نساء الابراج الهوائيه. يعني نساء برج الميزان، نساء برج الجوزاء، بتجد ده في رجال الابراج الترابيه الجدي والعذراء والطور. نساء الابراج الترابيه، يعني نساء الجدي والطور والعذراء، بتجد الرومانسية والحنية في رجال الجوزاء والميزان والدلو. فتجد أن تلك العلاقة أو الاحتياج هو الأساس من أول نظرة. تاني حاجة برضو نقطة مهمة جدا، أنا بقول لكم اللي بيحصل في البداية عشان بعد كده نعرف إيه الصدمة اللي بتحصل بعد كده. الإعجاب الأولي والاندماج الخطير، تحس ان انت اتلاقيت نصك التاني سريع جدا وتلاقي هوب الارتباط حصل، وبتبدا تبني على ده وبتبدا الدنيا تمشي من اول وهله كده. ده بيعجب بده، الابراج الهوائيه بتعجب بالابراج الترابيه. ده اول حاجه بتحصل. ما بعد الاعجاب، وهنا تبدا لوغاريتمات الحياه تحدث. بيبدا الارتباط وبيبدا طريق الحياه. يوم التاني التالت بيبدأ يحدث نوعا ما ملل، او هنقول بيبدأ يحدث ان الحلم الجميل اللي انت كنت بتحلمه مع هذا الشخص من اول صورة او من اول لقطة بيبدأ يروح حبة حبة. وده بيبدأ في البداية مع الابراج الهوائية. يعني هتلاقي دايما البداية بتحدث في كثير من الاحيان من الابراج الهوائيه، الميزان والجوزاء، وده خاصه الميزان والجوزاء. الحلم بيبدا نوعا ما شويه شويه بيصطدم بواقع شخصيه برج الجدي. طبعا انا مش بتكلم على كل الناس، انا بتكلم اللي عندهم مشاكل ما بين الابراج الهوائيه والابراج الترابيه، لان في ناس طبعا الدنيا سهله معاها، يعني مرتبطين والدنيا سهله. لكن انا بتكلم الناس الكتير جدا اللي في مشاكل ما بين الابراج الترابيه والابراج الهوائيه. فبتبدا كده الدنيا مع الابراج الهوائيه بتبدا اسرع، يعني التغير بيبقى اسرع حتى لو انت مش حاسس. بتبدا تتغير في معاملتك. برج الابراج الترابيه ما هياش مش واخده بالها، لا بيبقوا واخدين بالهم ان في تغير حصل. آه، بتبدا الامور حبه حبه كده، بيبقى في ابتعاد، تغيير. آه، مش هو ده اللي انت كنت متعود عليه من الطرف الثاني. بيبدا بعض المستجدات تحدث، وتلك المستجدات لم يكن لها حساب او في الحسبان، لانك خاصة الأبراج الهوائية بيبقى لها حلم وبتتمسك بتفاصيله. يعني الأبراج الهوائية دايما بيبقى لها حلم وعايزة تتمسك بتفاصيله، مش عايزة تخرج منه، أو عايزة اللي كانت بتشوفه عايزة تشوفه للأبد أو لغاية طول حياتها. الأبراج الترابية أبراج جدية جدا، بتحب لكن ممكن ما بتعبرش قوي، أو
الشغل الشاغل في دماغها، او طريقه حبهم مختلفه، وده بيبدا يظهر حبه حبه. هي مش بتبقى مشكله البرج او الابراج الترابيه قوي، سواء جدي او عذراء او طور، لكن بتبقى صدمه بمعنى الكلمه عند الابراج الهوائيه، وبيبقوا هم الاكثر تاثرا بتلك العلاقه، وبتبدا عندهم تنشا حاله جديده، وعند البعض بيبدا انه يراجع حساباته. ومن هنا بتبدا التوترات والمشاكل، ومن هنا بتبدا الحقيقه في الطباع. مشكلة كبرى بتبدأ تحدث إن برج أو الأبراج الهوائية ما بتقدرش تخبي اللي جواها، والأبراج الترابية متحكمة وعايزة تنفذ اللي في دماغها، لكن صبورة شوية، عندها صبر، خاصة برج الجدي وبرج الثور. تمام. يستثنى من الحالة اللي بقولها برج الدلو من الأبراج الهوائية شوية، يستثنى شوية برج الدلو من الأبراج الهوائية، وبرج العذراء من الأبراج الترابية. لكن رجال برج العذراء، النساء لا، نساء برج العذراء يعني قابله مشكله كبيره جدا مع الابراج الهوائيه. لذلك بتبدا ان كل واحد يتشبث بطريقته، لكن الاسرع هو الابراج الهوائيه، يعني عندهم سرعه، مش عايزين، يعني ممكن الابراج الترابيه تضيع وقت كبير في التفكير او حتى التغيير. الابراج الهوائيه اسرع شويه، اللي هي كان نفسها في حلم زي ما قلت كده في البدايه في تلك العلاقه، لكن علاقه من الممكن ان تؤدي في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان الى خيبه الامل، لان دي طريقتك وشخصك ودي فكرك. برج الجدي جد جدا، ممكن ما بيعرفش يعبر، لكن هو جواه ممكن يكون طيب ما يعرفش يوصل، يعني حته التوصيل دي ممكن ما يعرفش يوصلها، عايز انه يكون دايما في دائره الاهتمام، عايز يكون هو المسيطر نوعا ما. دي الابراج الترابيه سواء جدي او طور او عذراء، وده بيحصل مع الابراج الهوائيه، انك بتبدا تظهر على حقيقتك ومشاعرك وما بتقدرش تستحمل. فمن هنا بتبدا المشاكل والعناد، وبتبدا الامور تتجه لطريق اخر واتجاه اخر، وتزداد المشاكل. والمشكله هنا ان المشاكل بتكبر لاقصى حد، بعد ذلك خطوات متقدمه للاسف مع بدايه المشاكل بيشعر كل الطرفين انه اتغدر من جواه، حتى لو ما ظهرش ده بيشعر انه اتغدر، بيشعر ان اتضحك عليه، بيشعر ان هو المظلوم، بيشعر انه ما كانش ينفع ده، مش ده الاتفاق، مش دي الحياة، مش ده اللي كنت شايفه. علشان كده آه العلاقات او المشاكل اللي في العلاقات ما بين الابراج الترابيه والابراج الهوائيه لما بتكبر بتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا انا بتكلم عن الناس اللي عندها مشاكل، لكن في ناس كتير طبعا ربنا يوفقها، لكن مشكله في النفسيه او كتير جدا الابراج الترابيه والابراج الهوائيه بيحدث معهم هذا. من هنا بيبدا تصادم، والامور يعني بتوصل لان كل حد ممكن يتهم انه كذب عليه. هو مش كذب عليه ولا حاجه، هو كل الفكره ان ده اتصدم بطباع ده، يعني الابراج الهوائيه اتصدمت بطباع الابراج الترابيه، والابراج الترابيه اتصدمت بطباع الابراج الهوائيه. الابراج الهوائيه فيها رومانسيه قوي، فيها حنيه، فيها احلام وامور، من صغرهم بيتعبوا في امور، والاهل حتى مش محاوطينهم قوي كتير جدا، ولدرجه ان الاهل ممكن يتريقوا على احلامهم او يعني يستهونوا باحلامهم، وده بيأثر في شخصيتهم. برج الجدي طول عمره جدي وحاسم ومرار ودنيا ونار وحاجات كتير جدا. علشان كده او مش برج الجدي، يعني الابراج الترابيه عامه، كمثال برج الجدي، وهنا مثلا كمثال برج الجوزاء يعني. تمام. فبتجد بعد ما بتبدا العلاقه بتبدا الدنيا كده تشعر انك اتغدرت، مش اتغدرت ان حد ضحك عليك، اتغدرت من جواك، اتغدرت من جواك. دي مشاعر الميزان والجوزاء والدلو في الابراج الهوائيه، ومشاعر الابراج الترابيه الطور والجدي والعذراء. علشان الامور تمشي نصيحه، طبعا انا بتكلم مع ده عشان الناس توضح لها، يعني لا قدر الله لو في اتنين عايزين يبقى في او يعني مقدمين على انفصال او كده، ياخدوا بالهم من اللي انا بقوله ده خطير جدا، ويراجعوا نفسهم، ويجب ان يكون في تنازل من الطرفين وكل طرف يفهم التاني. ونصيحتي الصراحه، يعني اي علاقه
ما بين الابراج الترابيه والهوائيه لازم في البدايه يكون في صراحه، صراحه على كل شيء، علشان ما نتسرعش وبعد كده يحصل مشكله. تاني حاجه بلاش التسرع في الارتباط، يعني مش تشوفوا بعض ارتبطوا على طول، ده مشكله كبيره جدا دايما بتحدث مع الابراج الهوائيه والابراج الترابيه. نتقل ونشوف ونقرر ونظبط وبعد كده الدنيا تمشي، علشان ما يحصلش بعد كده مشاكل. ممكن يجي بعد كده اطفال، عيال، مشاكل وقلق. طب وعلى ايه؟ على ايه؟ عشان كده بنصح الابراج الترابيه والهوائيه قبل ما يرتبطوا ويقرروا الارتباط الرسمي نتاكد من ما يحدث بعد ذلك من مشاعرنا واتفاقاتنا، ويكون في كده اتفاق مبدئي بالاستقرار، او يعني انت تعرف شريك الحياه والشريك الحياه يعرفك كويس جدا، علشان الدنيا ما تبص بعد كده. عادي التنويه الناس اللي بتتابعنا من غير اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. لو حابب تشوفنا تاني اشتراك وتفعيل الجرس. يا رب كده جميع الابراج والدنيا كلها تكون تامن وامان. سلام عليكم.